ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. وطبعا احنا كلنا خارجين من رمضان والعيد كده، ايه، كسلانين وتعبانين وكل حاجه صح. دلوقتي احنا عايزين نعمل ماسك، معانا ماسك كده ينور لنا بشرتنا ويرجعها نضرة، وكمان في نفس الوقت بنغذيها، عشان برضو ما ينفعش ان احنا نهمل بشرتنا. طبعا احنا خارجين من صيام وبشرتنا كلنا مجهدة ومتعبة من أثر الصيام والتعب بتاع رمضان. فعايزين نعرف النهاردة الماسك اللي معانا 3 مكونات بس فقط، يعني أسهل من كده ما تلاقيش. أول حاجة معايا الترمس المطحون، ده بتجيبيه من عند العطار مطحون، ولازم يكون الترمس مطحون كويس جدا، تمام. وكمان معايا حليب ومعايا عسل. طيب يا بنات، الترمس من الحاجات الجميلة جدا اللي بتساعدني في التفتيح، وكمان لو عندي بقعة ضغط، عندي أي آثار لبقع في وشي، الترمس بيساعدني. وكمان معايا الحليب، طبعا ده أساس التفتيح معايا، حلو جدا جدا. ممكن تستخدمي زبادي لو مش عندك حليب، ممكن تستخدمي بدل العسل برضو والحليب تستخدمي مية ورد. المهم مش توقفي نفسك على حاجة، وفي استخدامات كتير جدا ممكن استخدمها كبدايل لأي ماسك عندي لو في مكون واحد مش موجود. طيب دلوقتي يا بنات، العسل برضو بنستخدمه كمان في التفتيح، وكمان انا عايزة اغذي بشرتي. فانا هجيب البولة بتاعتي، وبعد كده هناخد معلقة كركم. معلش انا هحط الكركم كده، بصوا بهدلت الدنيا عندي، معلش عشان بس انا بصور بايد واحده، فالموضوع باظ مني جدا. معلش رجعت لكم بعد ما لميت الدنيا، عشان كنت بصور بايد واحده. ف فهي الفكره في ان انا بهدلت المكان بسبب التربس. بعد كده هحط العسل، معلقه عسل كبيره محترمه كده، يعني عشان بقى اغذي بشرتي بقى، واخد بالي منها كده بعد فتره التعب ده. هدمجهم كويس مع بعض، وبعد كده هحط الحليب بتاعي. زي ما قلت لكم مفيش حليب، ممكن نستخدم ميه ورد عادي جدا خالص، مفيش مشكله. ما عنديش ميه ورد، ميه طبيعيه جدا. الترمس بيحتوي على مكونات اصلا فيها غذاء وترطيب، وكمان بيشيل لي اي ماده لو عندي بقع داكنه، اثر حبوب كده. من الحاجات الحلوة جدا جدا. وعايزة اقول لكم كمان ان مية الترمس من الحاجات الحلوة جدا. يعني انا لو عندي ترمس كده، احنا طبعا عاملين ترمس كلنا في العيد بس للاسف عندي خلص، هحتاج بقى احط شوية ترمس كمان. وزي ما قلت لكم اني انا بحدد قوام الماسك بتاعي على حسب انا حاساه في ايه في ايدي، يعني حاساه سايل، تقيل. لو تقيل بخففه باي مكون سائل عندي، لو هو خفيف بتقله بالمكون الاساسي عندي للماسك. ميه الترمس برضو من الحاجات الحلوه جدا، يعني انا ممكن اعجن الترمس ده بميه الترمس فقط. شوفوا بقى كمية الغذاء وكمية التفتيح وكمية الترطيب اللي انا هلاقيها في بشرتي. هعمل تيست على ايدي وهوريكم ان الفرق بين ايدي قبل وبعد. بس اتاكد بس الاول ان المكونات بتاعتي اندمجت كويس مع بعض، وكلهم دخلوا في قلب بعض كده عشان يدوني ميكس حلو. وفي نفس الوقت كمان احس ان انا القوام بتاعي بقى مظبوط، وما بقاش عندي اي بقايا للترمس. شايفين القوام بالشكل ده؟ هو ده اللي انا عايزاه، وهو ده المطلوب معايا. ده شكل الترمس. انا دلوقتي وقفت بس الكاميرا كده علشان احط الترمس على ايدي، هفرده على بشرتي. وزي ما احنا متفقين يا بنات ومتعودين دايما ان بشرتنا لازم تكون نظيفة جدا جدا، واكون مفيش عليها اي اثر للميك اب. بس انا بفرد كده كويس قوي على ايدي بالشكل ده. معلش عشان انا بصور من عند مامتي، معيش اي استندات اللي انا امسك بيها الكاميرا، فبستخدم اي حاجة عندي بقى متاحة انقذ بيها الموقف. في اللي هو لا، مش هنوقف نفسنا على حاجة، الجيش بيقول لنا اتصرف. فزي ما انتم شايفين كده يا بنات، بحاول افرد الماسك بتاعي. شوفوا جماله، شفتوا اللون بتاعه كمان. الماسك حلو قوي قوي قوي. مش قادره اقول لكم قد ايه بينقذني في اي مناسبه، لما بلاقيش عندي اي حاجه خالص ومش لاقي اعمل ماسك، بجيبه واعمله على طول. ما مش بيخليه عندي موجود على طول الترمس. شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا ثابت جدا، مش بيقع ولا حاجه، ولا هتلاقيه بهدلتي المكان ولا اي حاجه. هو بالشكل ده. هغسله بقى وارجع لكم تاني اوريكم
شكل ايدي بعد الماسك. تمام. زي ما قلت لكم يا بنات، الماسك محتاج التجربة فعلا حلوة قوي قوي قوي، وهيعجبك جدا. بصوا ايدي بقى بعد ما غسلت، حتى ايدي لسه مبلولة. هنشف ايدي وهوريكم الشكل بتاع الماسك النهائي. لا حلو، عجبني جدا جدا جدا. يعني حبيت ملمس ايدي قوي. مش قادره اقول لكم الملمس والنعومه والترطيب والنضاره اللي انا بحصل عليها فورا من اول ما بستخدم الماسك. بصوا ايدي، بصوا الفرق بين دي وبين دي. شايفين النعومه، شايفين الملمس، شايفين من دي هتلاقي فيها دي سنه نضاره كده، تفتيح. لا حلو جدا جدا جدا. اتمنى يعجبكم وتجربوه. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي، اشوفكم في وصفه جديده.